صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير ومبسوطين وانتوا بتشوفوني النهارده. من عادات وتقاليد المصريين اول يوم العيد بنعمل الكبده، وكل واحد بيعملها بالطريقه اللي تناسبه. هنعملها النهارده بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. فيديو النهارده من العيار التقيل. هنعمل كبده وكلاوي وسجق وكفته بطريقه حلوه جدا. لو اولادك مش بيحبوا الكبده ولا الكلاوي ولا الكلام ده هيحبوها بالطريقه دي. ولو اول مره تشوفوني، انا اسمي شيماء. ادخلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واكتبوا لي رايكم في التعليقات عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه معايا كميه حلوه كده من البصل، هقطعها جوانح رفيعه علشان تدبل معايا بسرعه. ومعايا فلفل الوان، ومعايا نص كيلو من الكبده، ونص كيلو من الكلاوي فص كلاوي، ومعايا نص كيلو سجق، ومعايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. كده كنت حضرت البصل، قطعته كده كله بالشكل ده جوانح. ومعايا فلفل الوان هقطعه كده مكعبات. معايا فلفل اخضر واحمر واصفر وشطه. الشطه ده اختياري حسب راحتك، بس بيودي الصينيه في حته تانية خالص. لو عندك اطفال صغيرين ما بيحبوش الشطه ممكن تشيليها خالص. والفلفل هنا بيدي معايا تيست عالي قوي، وبيدي تسكيره حلوه كده للكبده، وكمان بيخلي شكلها حلو قوي وبيفتح النفس. هنقطعه كده مكعبات زي ما انتم شايفين. وطبعا هنحضر كل المكونات بتاعتنا مع بعض ونجهزها، نجهز الخضار ونقطع الكبده. والكبده دي بلدي تجيبها من عند الجزار. لما تكون فريش هتشيليها في الفريزر ساعة او ساعتين عشان تتجمد معاكي وتعرفي تقطعيها. ولو كانت عندك اساسا في الفريزر هتطلعيها بس تفك شويه صغننين وتبتدي تقطعيها عشان لما تكون متجمده معاكي بتعرفي تقطعيها زي ما انت عايزه. انا خلاص كنت قطعت الخضار بتاعي، هبتدي بقى اشيل بلانشة الخضار واقطع على بلانشة اللحمه. هبتدي اقطع الكبده سلايزات كده بالعرض، شرايح بالعرض، وبعد كده هقطعها بالطول عشان تكون رفيعه معايا وتستوي بسرعه. كل عيد اضحى وانتم بخير ومبسوطين، وان شاء الله كل اللي نفسه بحاجه وده بحاجه تتحقق، وكل اللي نفسه يطلع على جبل عرفات ربنا يكتبها له ويكتبها لنا جميعا يا رب. انا هنا كنت خلاص قطعت الكبده، وكان معايا قطعه صغننه كده من القلب قطعتها كمان. وهنا هنقطع الكلاوي. هقطعها كده سلايزات بالعرض، وبعد كده هقطعها بالطول عشان كل حاجه تكون معايا نفس التقطيعه وما تاخدش معايا وقت في التسويه. وهنا خلاص كل حاجه كانت جاهزه عندي، جاهزه على التطبيق. الخضار بتاعي جاهز وقطعت الكبده والكلاوي وكل حاجه، مش فاضل بس غير نطبق على النار. هنا انا جبت ليمونه، عصره ليمونه كده على الكبده بتوديها في حته تانية خالص. ليه؟ لان احنا كده كده عارفين ان الكبده ما بتغسلش، فبعد ما نقطعها هنعصر عليها الليمونه دي ونسيبها على جنب علشان تتعقم، تدي معايا كده تعقيمه. وبسيبها على الاخر خالص لان انا اخر حاجه بضيفها على صينيه الكبده. معايا كده صينيه من الالومنيوم، يفضل الالومنيوم مع الكبده، ونزلت فيها بمعلقتين من الزيت، وهنزل بالدهون اللي معايا تسيح في البدايه. ولو عندك قطعه من اللي هي الضاني وبتحبي طعمها تقطعها في المرحله دي. وهنا خلاص كانت الدهون ساحت، ونزلت بالكلاوي اخدت التشويحه الحلوه بتاعتها. ومعايا كده معلقه من الثوم المفروم. يا سيدة على الريحه، مش عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت في حته تانية خالص.
وهنزل عليهم كده بالسجق يتشوح. شايفين ما شاء الله الصينيه كل حاجه بتنزل تتشوح فيها، ما بتنزلش السوائل ولا اي حاجه. النار معايا هنا عاليه وايدي فيها بقلب على طول. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا. معايا كيس من توابل الكبده، معايا معلقه من الفلفل الاسود، وكمان معلقه من الملح، وهضيف عليهم معلقه من السبع بهارات. التوابل دي باختيارك حسب راحتك، الاساس بتاعنا الملح والفلفل. بعد كده اي حاجه تحبي تضيفيها تضيفيها. هننزل بالخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه. يا سيدي على الجمال، ما شاء الله شكلها يفتح النفس من قبل ما تستوي كمان. هنزل كده بسلايزات البصل هنا على الجوانب. لو وصلتوا معايا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. شكلها تحفه بجد يفتح النفس. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض بعد ما دبلت شويه، وهجيب ورقه فويل هغطي عليها علشان بقى الكلاوي والسجق والخضار يتشرب كده من بعضه وياخد كده الطعم من بعضه. وهنبتدي نجهز معانا الكفته. معايا نص كيلو من اللحمه المفروم، هنزل عليهم معايا بصلايه كبيره، ومعايا كيس من توابل الكفته، ومعلقه ملح، ومعلقه فلفل اسود. بس حاجه بسيطه قوي. ممكن تضيف عليها بس عود بقدونس بيطعمها جدا. فرمتها كده في الكبه لغايه ما نعمت معايا. هبتدي اصبعها بقى صوابع صغنونه خالص، مش قد الصوابع اللي احنا بنعملها عادي في الصينيه، علشان تكون متماشيه معايا مع تقطيع الكبده والكلاوي والكلام ده، وتكون صغنونه كده على قد اللومه بعد ما تستوي. كان شكلها حلو قوي وطعمها احلى بكتير. معايا هنا جريلا على النار، نزلت فيها بس بمعلقه من الزيت. هنزل بالكفته بتاعتي كده على الجريلا واسيبها بقى تستوي مع نفسها لغايه ما تتحمر من ناحيه. هقلبها تتحمر من الناحيه التانية. وهنا خلاص كان الخضار والكلاوي والسجق وكل حاجه استوت معايا ودبلت. هنزل عليهم بالكبده بقى تاخد التشويحه. ودي كانت اخر مرحله عندي. شايفين ما شاء الله الصينيه من تحت ما فيهاش اي سوائل ولا اي حاجه خالص. الكبده بتتشوح تمام التمام. الوصفه دي تحفه، جربوها واي حد يطبق الوصفه. عايزه اشوف الصور في التعليقات. وفي الاخر كده نديها عصره من الليمون بتودي الصينيه دي في حته تانية خالص. يسير على الجميل. هنا خلاص كانت الكفته جهزت معايا. مش فاضل بس غير ان احنا نطبق الوصفه بس او نجرنشها في طبق. حابين تسيبوها زي ما هي كده حلوه قوي. تجهزي بقى مع جنبها عيش بلدي، طحينه، خضارك اللذيذ، حاجه كده تشهي وتفتح النفس. بس انا حبيت المره دي اجرنشها كده في طبق، وانت عايزه تقدميها في طبق ده من اختيارك بقى. سيبيها زي ما هي او تجرنشيها. انا عملتها قبل كده معاكم وسبتها زي ما هي في الصينيه. صينيه السعاده، عايزين تسموها صينيه السعاده سموها بقى زي ما تحبوا. هاخد الكلام بتاعنا الجميل ده واحطه كده في النص. انا رصيت الكفته على الاطراف وابتدي اجرنشها بقى معايا فلفل الوان يكسر بس معايا اللون. مقطعش كده شرايح بالعرض، مع عود من البقدونس بقى مع شرايح من الليمون.
تخلي كده الطبق يتكلم عن نفسه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حطيت كده العود من البقدونس كده من ناحيتين، وقطعت كده ليمونه سلايزات كده شرايح. ما شاء الله. كنا خلاص كده خلصنا وهنروح عند بيت والدي واصور لكم بقى مع ولاد اخويا الصغيرين. بصوا بقى الحته دي، حته السجق كده. بصوا بقى ناخد حته كبده من هنا. بصوا 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 اهي ناخدها. بألف هنا يا حماد. باي. عامل ايه يا حماد؟ كل سنه وانت طيب. عيد سعيد عليك. محمد ما محمد هو حماده هو حموده كل واحد. بابا بقول حماده. اقول لك يا حماده ولا حموده؟ حماده. ماشي. عشان بابا بيقول حماده. نزلت العيد؟ جبت ايه من العيد؟ مسدس. مسدس؟ ماشي. هتضرب بيه مين؟ اروى. اروى؟ تضرب اروى؟ لا. ماشي. عصفور؟ لا. مين؟ بس ايه؟ مش عارف. ليه؟ مش عارف. كل سنة وانت طيبة يا اوش. انت سنة طيبة. صليت العيد؟ اه. طيب نزلت العيد جبت العاب؟ جبت ايه من العيد؟ مطبخ؟ هتعملي لنا اكل؟ عايزين اكل كده ووصفات حلوه. عمته عايزه تدوق اي حاجه من ايدك. هتعملي لها ايه؟ لحمه وبطاطس. هتعملي لي لحمه وبطاطس؟ الله، وفي شار كمان. طب انت بتتهزي ليه كده طيب؟ ماشي يا حبيبي. وانت هتعملي ايه بالمسدس؟ هتطخ عمته؟ اسيبكم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.